القناة التي رصفت كل مراكز الأمن المصري في مدينة العريش. لكن مع الأسف فإن الدولة التي تمارس هذا الجهد وتبذل هذا العمل وهي مصر تتعرض لتهديدات باجتياح حدود، وسبق أن اجتاحوا هذه الحدود. يا شعب مصر الكريم، هناك جيش مدرب ومجهز على الشريط الحدودي في المنطقة ج بسيناء، جاهز إشارة من الإخوان بإشارة هينزل وهيتصرف معانا في كل حاجة احنا يعني هتبقى ضدهم. أرض تتصلي يعيها كل مصري عشان يعرف ايه اللي دار من فوق العمارات، ومين اللي ولع الميدان، ومين اللي ضرب السين العمر في الميدان من فوق ورافعين الشعارات اللي يمكن بتلاحقك في الكثير من المؤتمرات اللي بتعملها احيانا من انت يعني ده مرشح فلول، انتوا بتستضيفوا الفلول، كفايه بقى. لما بتشوف هذا النوع من المواجهه ازاي؟ لا يحرك شعر في رأسي. أنا عايز أقول له روح يقول للدكتور محمد بديع يوم 18/8/2010 كنت قاعد مع حسن عبد الرحمن في مكتبه بوساطة من الدكتور محمد سليم العوة، أنت ورئيس مجلس الشعب الحالي الدكتور الكتاتني ورئيس الجمهورية المنتظر الدكتور محمد مرسي بتعملوا إيه وبتتفقوا على إيه، والأطراف اللي حضرت حية ترزق، وأنا أتحداه على الهوا يخرج يقول ان ده ما حصلش، وبقول له لون علبة الشوكولاتة اللي خدتها وانت ماشي كانت لونها ايه ومن ايه الهدايا؟ انت كنت معاهم ولا ايه؟ المعلومات دي فيديو متصورة انت مصورها ولا وصورة. او لازلت ناشط ضمن ما يعرف اليوم بالفلول. هذا كلام الاخوان المسلمين اللي هم الفلول الاصليين في مصر، الذين كانوا يعقدون الصفقات مع جهاز امن الدوله في الانتخابات وغير ذلك، وكانوا يرفضون الثوره حتى اليوم الاخير. محمد مرسي في حديث في 25/11 سنه 2010 نحن سيبنا دوائرنا مفتوحه لزكريا عزمي وفتحي سرور وعدد من الوزراء لانهم شخصيات وطنيه. كان الاخوان دائما في عهد الاستاذ مهدي عاكف، وانا مش عاوز استخدم تعبيرات مفخمه، فضيله المرشد مش عارف، الاستاذ مهدي عاكف والدكتور بديع لم يكن وقتها يعني مرشدا، كان دايما يحضر هذه الاجتماعات، انه ببساطه احنا ما نقدرش ننزل الشارع. ليه يا اخوانا ما تقدروش تنزلوا الشارع؟ بيقولوا لكم ما نقدرش ننزل الشارع. ليه؟ الدبابات هتدهسنا. ده واحد، فبيخوفوا الناس فوق تخويف. اتنين، احيانا كانوا ينزلون في مواضع متفرقه بالتعاون زي مسانده القضاه اثناء حاله القاضيين الكبيرين هشام البسطويسي ومكي طيب من تيار الاستقلال، لكن كان دائما لما ينزلوا حتى بعينات قليله كان دائما القياده تحرص على انه لما يقولوا يسقط حسني مبارك غلوشوا عليهم ويقولوا الله اكبر ولله الحمد، هذا امر موثق يعني. حتى فضيله المرشد بلاش يعني الاستاذ مهدي عاكف، انا اسف يعني الاستاذ مهدي عاكف قال بوضوح وفي الاعلام وهذا منشور ان بتوع كفايه دول قلات الادب، يعني بيتكلموا عن الرئيس بطريقه مش مظبوطه. الفلول اللي قام من سنه 2000 و2005 وقف وقال نحن نعلم ان الرئيس حسني مبارك لا يبغي الا الاصلاح، وايد جمال مبارك وما اقدرش وبنعتبر الفلول عندنا اللي قاموا وقالوا فلان الفلاني مش لازم اقول اسمه اللي قام وقال ان في قناه الناس كمان مسجله، قال لك والله يا سياده الرئيس نحن نعرف انك رجل عدل، نعرف انك رجل عدل،
ورجل وطني. وراح هقوله طيب. لا قول ورجل وطني. باشمهندس دكتور حسام قال لك زي حضرتك. عادي ممكن تقوله عادي جدا. ورجل وطني. هنتكلم اقسم بالله في الاخر قال والله انه احبك. كان بمناسبه هقول لك بمناسبه ايه يا دكتور؟ هقول لك بمناسبه ايه يا دكتور حسام؟ الشعب الجزائري ساعه موضوع الماتش بتاع الجزائر والاهلي فكان بيناشدوا انه يتدخل الرئيس بما عرف عنه عن عدل وبما عرف عنه عن حنكة سياسية عشان الأمور ما تتفاقمش بين الشعبين. والله نعلم أنك رجل عدل والله إني أحب. نطالب بأن احنا ياخد المصريين حقهم من أبيهم. أبنائه اللي مرمين في السجون دلوقتي بتهم يعلم تماما أنها ظالمة. نتمنى أن الأب حسني مبارك ينظر إلى أبنائه. نتمنى أن الأب حسني مبارك ينظر إلى أبنائه المسجونين الذين ظلمهم أجهزته التنفيذية وبعض الأجهزة الأمنية، لأنه لابد أن يرفع هذا الظلم. الحقيقة أبو دقن ده أما بيطلع بيتكلم هذا الكلام هو عايز يستغفل الناس وعايز يضحك على الناس، عايز الناس يقولوا له انت امير المؤمنين. كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين. اتصلنا بالاخوان قبل قيام الثورة وعبد الناصر شخصيا وطلب منهم الاشتراك في الثورة وجبنوا وخافوا ورفضوا بقيادة الهضيبي. اتصلنا بسراج الدين والوطن جبن وخاف. بقول ليه سراج الدين؟ لانه نفس الكلام كلام سراج الدين. البعض بيسأل بره بيقول الله طيب الفتنة الطائفية طيب جايبين التانيين دول ليه؟ العملية كلها حلقة واحدة وتنسيق واحد. دي ثورة شعب طلع من جديد وابنائه اللي ما كانوش بيتعلموا وكان محكوم عليهم اتعلموا وعادت الحقوق لاصحابها. كامب ديفيد ما خرجتش مصر من ساحة الجهاد. ده اسيادهم اللي بيمولوهم هم اللي بيقولوا لهم هذا الكلام ولازم يدفعوا ثمنه. وثورة 23 يوليو انا طلعت غلطان، كان لازم خليتهم في مكانهم. والجماعات ديت اوعوا تصدقوا انها جماعات عاوزه ديمقراطيه ولا حاجه. ده بيستغل الديمقراطيه عشان يضربوا الديمقراطيه، ولو وصل الحكم هتبقى الدكتاتوريه البشعه.